كبير تعلي صوتك عليه وتتنطط وتترفص وعايز تجيب له اصحابك عشان تربيهم؟ انت جاي لي من بره، ده انا متصل على اصحابي. ليه؟ ما هو ليه انا قصرت معاك في ايه عشان تعمل كده؟ المفروض ان هو زي ما قال لك كده ان انا معروف ان انا مميز هنا، فمش لازم ان انا نلبس زي انت ما ايه؟ انت فعلا مميز، بس في قله ادبك ووقاحتك في طريقتك الزباله دي اللي جلت منني، سمحتنا كلام عمري ما نسمعوه. حب على راسه، حب على راسه. حب على راسه وتاسف له، حب على راسه. يا فندم حضرتك معلش، هو ممكن تربي ابنك بس مش هنا. انا مش محتاج انه يحب على راسي، انا ده شغلي وانا بشوفه بما يرضي الله. خد ابنك ربيه عادي في بيتك، بس يا ريت كل اب يعلم ابنه ازاي يحترم الكبير، ازاي يحترم صاحب الوظيفه. دي تعليمات. انا ممكن لو خايف على مستقبله كنت دخلته وخليت المدير يديله مجلس تأديب، بس انا ما رضيتش عشان برضه ما نضيعش مستقبله. هو شاب وطايش، بس الباقي عليكم انتوا. علموا اولادكم تعليم كويس، ربوهم تربيه كويسه. مش لازم تدوهم فلوس، القصه مش فلوس، القصه تربيه. انت عندك حق، انا ما عادش هنطلعه من البيت لما نعيد تدويره ونربيه من اول وجديد. يلا قدامي، قدامي يا كلب، لما نشوفك قدامي.